بما انه اتحرم من الفينو خلاص واتمنع من الفينو، عملت له سندوتش جبنه وبلانشون، رغيف واحد نصين وسندوتش جبنه. وطبعا ممنوع العصير، بس طبعا كطفل مش هيفهم ممنوع العصير دي في قلب الحضانه. حطيت له واحده بس عصير، المفروض احط له هنا خيار، ما عنديش بقى خيار معلش. بصوا صاحي بيقول لي مش الدكتور قال يا ماما ما اكلش فينو؟ قول لهم صباح الخير، استنى افتح النور. صباح الخير. صباح الخير يا روح قلبي. الدكتور قال ايه؟ أنا ماكلش فيه ايوه انا عملت لك عيش بلدي ولا بسلة ولا بسله. ايوه يا حبيبي. ولا بطاطس. ولا بطاطس. انا عملت لك سندوتش، واحد ده جبنه كيري وواحد تاني جبنه كيري أنا مش عارفة باللانشون. فين والله. حطيت لك واحده بس عصير، اوكي. أنا عاوز أصلا واحدة سندوتش واحدة بس. حاضر. مش قادرة أكل ما أصلا عشان انت كل بترجع ده. الساعه 2، ماشي كل واحد وهات التاني وما ترجع. بس واشربه كوبايه الحليب قبل ما ينزل. خلاص عمر نزل بالسلامه للحضانه بتاعته، هقعد افطر انا كمان واقعد بقى اقول لكم كل اللي في قلبي. والله العظيم مخنوقه جدا. انا عملت ليه كوبايه زي ما انتم شايفين كده، مج شاي بحليب، وعملت كده زي عمر، بس عمر حطيت له لانشون بيف، بس عملت له نصين. جبت الرغيف منتج غرب يعني، جبت الرغيف كده هون وفردته، وعملت ايه، جبنه واحط عليه كده لانشون، لانشون كده، واعمله كده. حطيت قطعتين لانشون وابرمه كده واقعد افطر وايه وارغي معاكم بقى، اقول لكم اللي في قلبي كله. وبعد كده ايه، نحضر الغدا. بصوا عايزه اقول لكم مطلعه رز وشعريه، علبه الجبنه دي فاضيين عشان العلبه فضيت. مطلعه رز وشعريه، ومطلعه كمان والله العظيم فرخايه هي اللي هتفك واعملها. عايزه اقول لكم الحوض كان بينزل ميه من هنا، حطيت له اسمنت مش عارفه اشيله ازاي. تعالوا نفطر، واللي عايز ربنا يكون ان شاء الله. اتفضلوا والله افطروا معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. اللهم ارحم ابويا وامي واموات المسلمين جميعا، اللهم اشفي كل مريض بيتألم. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي على القناه. عايزه اقول لكم بقى، ابتديت معاكم بالمقدمه دي عشان زي ما انتم شايفين كده، والله العظيم انا ما بحبش ايه اقدم لكم اي طاقه سلبيه. فزي ما انتم شفتوا كده، عملت الفطار لعمر وراح الحضانه، توكل على الله يرجع بالسلامه ان شاء الله. فنزلت وقلت ايه اتكلم معاكم واحضر الغدا معاكم. عايزه اقول لكم والله العظيم انا مخنوقه خالص. يعني بصوا لو تراجعوا فيديوهاتي كلها، نادر اول ما اقول لكم انا مخنوقه خالص. ليه؟ لاني والله العظيم يعني اللي بيفتح باقة نت دي او بيتفرج على النت، يعني اكيد عنده مشاكل، عنده حياته، عايز يغير المود، مش يفتح يلاقيك انتي بتقولي له انا زهقانه مخنوقه. فسامحوني يعني ان افضفض معاكم النهارده. والله لا، اللي زهقانه وليه مخنوقه والله العظيم مش هخبي عليكم، عمر تعبان والله العظيم. عايزه اقول لكم وانا كمان اكتر منه والله والله. يعني انا هفضفض معاكم كلام من القلب، بدون ما ارتب الكلام وبدون ما اعمل مونتاج وبدون اي حاجه. انا والله 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 اقسم بجلالة الله لا قادره اودي نادي، ولا قادره انزل افسح واخرج ولا اي حاجه. بس انا بقول ايه، بتقي الله فيه. ليه؟ لان هو طفل صغير، مش ذنبه بقى ان هو جه على كبر، ان انا يعني مش قادره، ان انا عندي سكر. يعني مش ذنبه ان انا جبته وانا عندي 36 سنه ولا 35 سنه. لا لا، مش ذنبه الكلام ده كله. فبحاول ما احسسوش. عندوش اخوات يعني، عنده 3 اخوات بس كبار، اللي اتجوز واللي في الجامعة واللي معرفش في ايه. فما فيش حد في سنه، فانا اللي بخرجه، انا اللي بفسحه، انا اللي بعمل له كل حاجة. معلش التليفون فصل، كان عندي مكالمة ورديت عليها. بس فالمهم يعني
من فترة كده، من شهر او شهر ونص تقريبا، بيهرش هرش جامد. قلت عنده حساسية، او من 3 شهور كمان عنده حساسية. المهم بيعي زي العلمة بتاعي عادي يعني، جاله برضه، وديته لدكتور الأطفال، قلت له اعمل لي ليه اختبار. المهم قال لي لا، ما عندوش أي حاجة. أنا الصراحة حسيت إن هو سكر، لأن هو مولود بيه، هو مولود بيه. فالمهم قال لي لا مش سكر، عمل اداله دواء للحساسية كده، ندهنه في جسمه كله. المهم الواد ايه، ما خفش، وايه، وبرضه الهرش مستمر. المهم ايه، انا حسيت ان هو سكر، حاولت اقيس له. انا كده كده عندي الجهاز بقيس لي نفسي، حاولت اقيس له، خايف والدم هرب ومعرفتش اقيس له ايه السكر. المهم غيرت الدكتور ورحنا لدكتور تاني. الدكتور طلب سكر تراكمي، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات، مش فاكره، ان هو ايه، عنده زياده في الصفائح الدمويه، وعنده ايه، وعنده مؤهل للسكر بنسبة كبيرة، بنسبة 90% مؤهل للسكر. فالمهم ايه، الدكتور حوله لدكتور غدد صماء. قال لي دكتور الأطفال، قال لي ده تخصص بقى غدد صماء. رحت بقى لدكتور غدد صماء وسكر. المهم يعني زي ما هتشوفوا دلوقتي في الفيديو، كملوا معايا الفيديو للآخر. المهم الدكتور كشف عليه وكل حاجة، ومنعنا بقى طبعا، طلب تحاليل. معلش سامحوني والله، ما بحبش اديكوا اي طاقة سلبية، بس غصب عني. المهم الدكتور طلب تحاليل بتاع السكر. فالمهم طلب منه عايز طلب منه تحليل او تحليلين، مش عارفه يعني. هبقى اوريكم روجيتا خاله خدها الصبح عشان يروح يحجز له التحليل. المهم انا سالت امبارح في المختبر، الدكتور قال لي منعه بقى من ايه الدكتور، منعه من العيش الفينو. سأله طبعا شربت اخر مرة امتى بيبس، قال له امبارح. منعه من البيبس خالص نهائيا. آه، من العصاير كلها المعلبة كلها. بس كطفل زي ما انتوا شفتوا كده، رايح الحضانة اديله ايه، ممكن اعمل عصير واحطه له مش عارفة في ازازة صغيرة، مش عارفة يعني. بس هو زي اصحابه، هيشوف صحابه بيشربوا عصير. المهم يعني منعه من اللي انا بقى فاكراه. الروجيتا مش معايا، خاله خدها الصبح عشان يسأله يحجز له التحليل. المهم منعه من البسلة، منعه من القلقاس، منعه من الرز، المكرونة، البطاطس المحمرة، حاجات كتير والله مش فاكراها خالص يعني. يعني مكتوب في الروجيتا الممنوعات. مش عارفة اكله ايه، ما هو البسلة مش هياكلها، القلقاس مش هياكله، مش عارفة اكله فاصوليا، كوسة، مش عارفة والله العظيم، مش عارفة. آه كل بقى الحاجات بجيب بس خلاص، مش هحرمه منه فجأة كده يعني. كان بياخد كل الحاجات دي بياكلها عادي، فجأة احرمه؟ لا، الصبح ورايح الحضانة اديت له واحدة عصير. منعت هو كده كده سبحان الله والله العظيم، ما كان بيحب الفينو. لسه والله ما بقالناش شهر واكلين الفينو ده يعني، حب ياكله. عودته عليه عشان يبقى زيه زي اصحابه في الحضانه معاه سندوتشات فينو. لكن والله هو طول حياته يعني من هو صغير بيحب العيش البلدي. المهم عملت له الصبح سندوتشات بلدي زي ما انتوا شفتوا كده، سندوتشين، واديته واحده عصير. منعت بقى المولتو والكيك منعت كل الحاجات ده. بس مش هحرمه، ما ينفعش احرمه لانه هو هيشوف صحابه. المهم يعني التحليل لي، رحت ايه التحاليل دي يا دكتور؟ الدكتور عايز طالب تحليل التحاليل دي. رحت المعمل بقى، رحت المعمل زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو دلوقتي. رحت المعمل التحاليل دي علشان خاطر الدكتور عايز يشوف بعد الشر عليه من السكر. هو الدكتور قال لي كده، بعد الشر عليه من السكر، هو ما عندوش سكر بس مؤهل للسكر بنسبة 90%. يعني مثالي لو كل له أكلة حلوة ولا شرب له واحدتين عصير، لا قدر الله يجيله 90%، يعني ناقص له 10%. ربنا يحفظه إن شاء الله. المهم يعني، والصفايح الصفايح البيضة دي عنده نقص، عنده زيادة فيها. بس هو الدكتور قال الصفائح البيضة دي ما منهاش خطورة يعني. هو تعرض لنزلة برد جامدة، علت له الصفايح فهتقلت.
هترجع تاني يعني مع العلاج هتقل، وكتب لنا علاج ليها. المهم يعني، معلش يا جماعة مش عارفة اجمع الكلام والله العظيم متضايقة قوي. المهم يعني، التحليل اللي الدكتور كاتبه دون، كاتب عايز يشوف في نوعين من السكر. الدكتور قال كده، قال فهمني كده، قال لي في نوعين من السكر. سكر الانسان بيتولد بيه، يعني كده من عند ربنا، هو بيجي للانسان كده من عند ربنا، وده ملناش تدخل فيه، لكن نقدر نظبطه ونعالجه. وفي سكر تاني، في نوع تاني من السكر، اللي هو احنا السبب فيه، الاكلات الغلط، الوجبات الغلط، الرز، المكرونة، العصاير، الحلويات، الحاجات دي. فاحنا هنعمل التحليل ده عشان نشوف هو انهي نوع من السكر، النوع الاول ولا النوع التاني. وفي الحالتين ليه علاج ان شاء الله يعني. عايز يشوف البنكرياس. البنكرياس بيفرز مش عارفه، قال لي بيفرز ماده ايه كده هو، يعني شوف البنكرياس ضعيف مش قادر يفرز ماده الانسولين في الجسم ولا ايه. المهم يعني طلعت على المعمل زي ما هشوف في الفيديو في الاخر. طلعت على المعمل اسال. المهم بسال الدكتور التحليل ده يعني في حدود كام، قال لي في حدود 2000. المهم رحت المعمل عشان احجز له، اشوف التحاليل وكده هو. الدكتور امبارح بتاع المعمل في المختبر قال لي، ده الكلام ده كان امبارح بالليل، بس انا والله العظيم المواعين اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دي من امبارح مش قادره اغسل مواعين. حطيت الاكل كنا وخلاص والله. حتى واحنا جايين من عند الدكتور قال لي هاتيلي بيتزا. قلت له معيش فلوس. ده مش عارفه اقول له ايه. قال لي طب خلاص. شاف مش عارفه السوري ده بيعمل وجبات، قال لي طب هاتيلي رز اصفر، قصدي رز بسمتي يعني بيقول عليه رز اصفر، وكفته. خليت الراجل قال له ما عنديش. صعب عليا، جبتها له، جبت له الوجبه. بس اتفقنا ايه، قلت له يا عمر احنا مش هناكل الوجبه على بعض عشان ايه بطننا ما توجعناش. انا يا ماما عيان. الدكتور طب قال لي ما تبينلوش حاجه. قلت له لا مش عيان وما عندكش حاجه، بس عشان نخس شويه نبقى حلوين نبقى راضيين نقدر نتمرن على السباحه ما نبقاش تخان. ده اللي انا قلته له يعني. ف شبت زي ما احنا متعودين وحياتنا ماشيه عادي يعني. بتشوفونا في فيديوهاتنا بناكل بنشرب، ما يعني مش هخبي عليكم. الدكتور قال لي ممكن تكون انت السبب بالاكل، مع انه اقسم بجلالة الله مش عشان هو ابني، والله العظيم ساعات اديله سندوتشات في الحضانة يرجع لي بيها، ساعات تبقى ما يرضاش يتغدى، والله ساعات وجبته الرئيسية تبقى الساعة 3 4. 3 4 ده طبيعي لو طفل بيصحى الساعة 12 الظهر، لكن ده بيصحى لي من 8 حتى لو ما بيروحش الحضانة واجازة او عيان او اي حاجة، بيصحى من 8. فيعني مش عارفة. مهم يعني طلعت المختبر اسأل على التحليل. الدكتور قال لي التحليل ده يتكلف 6000 ونص. قلت له ليه 6000 ونص ليه؟ الدكتور قايل لي في حدود 2000، 1500، 2000. راح قال لي لا، في نوع هيصوم. التحليل ده لازم يتطلب ان هو يصوم مش عارفة 12 ساعة، 8 ساعات او 6 ساعات. قال لي 8 ساعات او 6 ساعات، صومي 6 ساعات. و... و... نوع في تحليل هتستلميها، تحاليل هتستلميها بعد 48 ساعة، وتحاليل هتستلميها بعد شهرين. قلت له ليه شهرين؟ قال عشان هدي ان التحليل دون ما بيطلعش هنا في مصر، ده بيجي معرفش منين وبتحول فين، هتشوفه. قال لي ايه في الاخر. بس فانا يعني الحمد لله في عيال تعبانة أكتر من كده، وفي أطفال ربنا يشفيها، مرضى السرطان دول ربنا يشفيهم، في حاجات أصعب من كده. بس أنا يعني اتصدمت يعني. سكر ليه يعني؟ ليه يجيله سكر يعني؟ اللهم لا اعتراض ولا حاجة، بس هو ما عندوش سكر الحمد لله. بس يعني احنا 10% ويبقى عنده سكر، يعني لو شرب له زي اي عيل بيشرب واحدة كنز، واحدة بيبس، واحدة اي زفت، استغفر الله العظيم، يطلع السكر.
مع صفائح الدم الزيادة اللي في جسمه. ف معلش سامحوني، وانا اسفة ان انا يعني مش عارفة والله. المهم انا طالبة منكم تشاهدوا فيديوهاتي للاخر، يعني من غير اي تدخل في تفاصيل. مش عايزة اتكلم في اي تفاصيل اي حاجة تانية خالص. الفيديوهات والاعلانات شوفوها، عشان عايزة انا اقبض الشهر ده. يعني ناقص لي حاجات بسيطة على القبض، عايزاه يكمل عشان اقبض الشهر ده بس. وربنا يشفي كل ولادنا. يلا بقى نكمل الفيديو. هوريكم هنعمل الغدا مع بعض، وهوريكم التحاليل بتاعت عمر الدكتور قال ايه قصدي. انا نازله دلوقتي اجيب عمر من الحضانه. تعالوا بقى معايا نجيب عمر ونرجع تاني. عايزه اقول لكم مشوار من المقطم للحضانه. الحضانه في مجلس الامه، مشوار. تعالوا بقى معايا نروح نجيب عمر ونرجع نكمل اللي كنا بنعمله. يلا بينا. انا جبت عمر اهوان. ازيكم يا اصحابي؟ اهلا وسهلا يا قلب اصحابك، الحمد لله على السلامه، وحشتني. يلا بينا على البيت. عايزه اقول لكم بقى ان انا خلاص رجعت البيت. حاسه ان اليوم طويل، بادئ من الساعه 8 الصبح. فتعالوا بقى نحضر الغدا زي ما قلت لكم كده بقى. معايا انا الصبح طبعا مطلعه الفراخ دي تفك من الفريزر، وعمر نازل الحضانه. معايا بقى سبانخ، جبت وانا جايه سبانخ. مين بيحب السبانخ؟ وجبت الخضره بتاعتها، ومحضره رز وشعريه، ونعمل شوربه لسان عصفور. ويلا نسلق الفراخ ونبدا نحضر الغدا. انا عايزه اقول لكم ان انا خلصت الاكل وخلصت. يومي بادئ من الساعه 8 الصبح. هنقول بقى ايه؟ بسم الله. دي الفراخ. تعالوا بقى اتغدوا معانا. ده الرز، رز بقى بشعريه ايه يستاهل بقكم. بتقول ايه ورايا يا عمر؟ سامعاك. تقلدني ماشي. ودي السبانخ بقى. مين بيحب السبانخ ويعشقها؟ كلها حديد. عايزه اقول لكم ريحتها قلبة الدنيا. لسه ما دقناش، بس دلوقتي هنتغدى ان شاء الله. ايه هنا تاني؟ هنا بقى شوربة لسان عصفور. مين بيحب يا ولاد ايه لسان عصفور؟ دي هنا بقى شوربة لسان عصفور. ماشي، انا لفيت لك اهو بالكاميرا. بتقلدني. بيقول مين يا ولاد بيحب لسان عصفور؟ ماشي ماشي. ماشي. ماشي يا انا سامعاك يا نوسي. هنا بقى لسان عصفور زي ما قلت لكم. تعالوا بقى والله العظيم اتغدوا معانا. وعملت ايه كمان؟ عملت السبانخ والرز ولسان عصفور والفراخ. وعملت ايه كمان؟ خمنوا خمنوا خمنوا. بصوا، عملت بطاطا. عايزه اقول لكم بقى البطاطا دي كده في القلب والله العظيم. شكلها بقى مسكر وطالعه لونها اللي هو الاحمر دوت. بصوا استوت ازاي. والله العظيم نفسي كلكم تتغدوا معانا. تعالوا بقى اتغدوا معانا. بصوا البطاطا الاول. بصوا البطاطا دي مسكره جدا. بصوا انا سلقتها مره جايبها. انا جايبه 2 كيلو، عملت كيلو سلقته، والمره الجايه ان شاء الله اشويها، احطها في الفرن اشويها. بصوا بقى الشوربه اللسان عصفور اللي تدفي دي، ونعصر عليها ليمونه. والرز والسبانخ بقى. اقسم بالله انا بعشق السبانخ دي عشق الروح للروح. والفراخ بقى طالعه من الفرن. تعالوا اتغدوا معانا. يلا استودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. انا رايحه اكل. احنا كلنا جعانين والله العظيم. احنا متهيألي بنقعد على لقمه الفطار ونستنى الغدا. الساعه كام دلوقتي؟ اقسم بالله مش هتصدقوا الساعه كام. الساعه 8 دلوقتي. سلام. سعره كام؟ 6485 جنيه، وبيحتاج صيام من 6 ساعات ل 8 ساعات، والأحسن إن احنا نسحبه وهو صايم 6 ساعات. النتيجة بتاخد من شهر لشهر ونص، في تحليل النتيجة بتاعته بتاخد من شهر لشهر ونص، ولو حد أقصى كمان شهرين. بقية التحاليل التانية كلها بتكون جاهزة في خلال 24 ساعة.
شكرا جدا. وما ينفعش حضرتك تعمل لي خصم صح؟ هو مفيش خصم، هو تبع ايه عشان اقدر اعمل له خصم؟ لو لازم يكون معاك تأمين ميديكال او معاك اي حاجه اقدر اعمل له خصم، غير كده لا. وفي تحليل اللي هو الانتيجين ده اللي هو اصلا بيتعمل بره مصر، ده لوحده تكلفته 4400 جنيه، وده ما حتى لو عملنا فيه ما لوش خصم. شكرا جدا. في الدومة دي اللي هيحصل